النهارده من على منصة جولدن بوكس بننقل ليكم فعاليات المهرجان الأفضل عربيا لدورته الثانية. المهرجان برعاية الاتحاد العام لفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة ونقابة المهن السينمائية. المهرجان هيضم فئة كبيرة قوي من فنانين الصف الأول زي الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان هاني رمزي وكمان وفاء عامر، وكمان ما ننساش النجوم الصاعدة زي الفنانة سهر الصايغ. النهارده الدورة دي مهداة لروح المؤلف الراحل الرائع أسامة أنور عكاشة، وهيتم تكريمه وهيستلم التكريم نسرين عكاشة. تابعوا معانا فعاليات المهرجان على منصة جولدن بوكس. النجم المتعدد المواهب الكوميديان الكبير هاني رمزي. بشكركم جدا جدا وسعيد بالجائزه ديت وسعيد بوجودي في وسطيكم، وبشكر كل القائمين على المهرجان وزمايلي طبعا الفنانين وبشكر كل الحضور، وان شاء الله كده اللي جاي يبقى افضل وافضل باذن الله. شكرا. مبدئيا سعيده جدا جدا بوجودي في المهرجان النهارده، وعايزه اشكر كل القائمين على هذا الحفل الكبير المنظم. شكرا لنقابه المهن السينمائيه ان هي مهتمه بالاعمال السينمائيه ومهتمه بتكريم الفنانين بشكل عام. شرف كبير ليا وجودي النهارده الحقيقه. عن الباب الاخضر، طبعا شرف لينا ان انتوا كنتوا موجودين في مهرجان اسكندريه واتفرجتوا على الفيلم. والله هي تجربة مختلفة تماما عن كل حاجة عملتها قبل كده. أنا مبسوطة بيها وسعيدة بيها، والحمد لله بفضل ربنا. كمان لما العمل اتعرض على الناس، يمكن مهرجان اسكندرية كان فيه صحفيين كتير ونقاد وجمهور عادي، فالحمد لله رد الفعل الأول، لأنه ده أول رد فعل بالنسبة لنا، كان مبشر جدا ومطمئن جدا. شربات السينما المصرية رانيا فريد شوقي. أنا سعيدة جدا بالتكريم والتواجد مع الزملاء الجمال من كل الوطن العربي، وبشكرهم طبعا، وبشكر أستاذ مسعد فودة على الفكرة الجميلة دي، ونتمنى السنين القادمة تبقى أكبر وأحسن. الدورة السنة دي مهداة للراحل المؤلف الجميل أسامة أنور عكاشة، حابين نوجه كلمة ليه، تقولي له إيه؟ أستاذ الأساتذة أستاذ أسامة أنور عكاشة علامة في تاريخ الفن المصري، مش فقط الدراما التلفزيونية، في تاريخ الفن المصري، لأنه هو عمل كل الفنون، يعني مسرح وسينما وتلفزيون وإذاعة، فالله يرحمه، مفتقدينك جدا جدا. ده أول تكريم بجد، يعني بعد غيابه، هو غايب بقاله 12 سنة. كنت متخيلة انه لو التكريم بدري عن كده كنت هبقى متأثرة اكتر، لكن اكتشفت ان كل ما بيعدي وقت اطول كل ما بيبقى التأثر اكتر، فمتأثرة جدا جدا بالسنة مدارية. وبس لاني سعيدة اكتر كمان انه ده جاي مع الفيلم الباب الاخضر تحديدا. بشكر طبعا استاذ مسعد فودة واستاذ عمر عبد العزيز وإدارة مهرجان الأفضل عربيا، أشكرهم وعلى مجهودهم العظيم اللي بيعملوه، وإن شاء الله يا رب كده المهرجان يكبر ويكبر ويكبر ويبقى على مستوى العالم كله، وتكون معنا في كل دورة إن شاء الله. إن شاء الله بأمر الله. الكاتب الصحفي عرفة محمود رئيس تحرير مجلة الأفضل والمدير التنفيذي لحفل جوائز الأفضل عربية. عايز اشكر استاذ مسعد فودة لدعمه كل الفعاليات والانشطه والمهرجانات السينمائيه. عايز اشكره فعلا لانه بيقوم بدور كبير جدا ما كانتش نقابه بتقوم بيه في السابق،
وبالتالي هو قدر يفتح مجال أوسع وأكبر للتعاون مع كل المهرجانات والأنشطة. الحمد لله، هذا فضل من رب العالمين إنه في الدورة الثانية للمهرجان يحقق النجاح هذا، وكله فضل الله ثم فضل الجمعية العربية السعودية للإعلام والسينما واتحاد الفنانين العرب اللي على راسهم الدكتور مسعد فودة، اللي يشكر جدا ووجه له تحية وأقول له ألف سلام عليك، وإن شاء الله تقوم بالسلامة، وإن شاء الله الدورة الثالثة تكون معانا متواجد وإنت بصحتك وعافيتك. الفنانين اللي حضروا من كل الدول العربية شرفونا، المخرجين الكبار، المصورين، القنوات، وجودكم انتم معانا ده أكبر فخر وأكبر نجاح لنا في المهرجان. أنا طبعا كثير مبسوطة أنه أول تكريم لي يكون في مصر أكيد، ومبسوطة أنه جتني دعوة من مهرجان مهم زي هذا، وأن أنا أشوف فنانين كبار زي هذول وإعلاميين جدا كبار. مبسوطة أن أنا موجودة في مكان جميل وكله فن وكله حب. التكريم ده بيبقى مهم في حياة الفنان وهو عايش، لأنه بيبقى تعبير عن امتنان صاحب التكريم أو الجهة اللي بتكرمنا انهم بيعترفوا بالجميل، فدي حاجه جميله وعظيمه. وانا شخصيا اتشرفت بالتكريم ده لانه من الاتحاد العام للفنانين العرب. شكرا لكم ولدعوتكم ووجودي بين يعني وجودي في هوليود العربي، يعني مصر. اللي بيجي مصر اعتقد انه وصل لمرحله كبيره من النجوميه يعني. انا اشتغلت اعمال كثيره يعني، وشاركت مع اساتذه كبار يعني في السابق طبعا. اثنين منهم رحمة الله عليهم طلعت زكريا وحسن حسني. اشتغلت مع ليلى علوي قبل كده أعمال قديمة. الآن احنا في طور عمل إن شاء الله، قاعدين سعودي مصري، فيلم سعودي مصري، وقاعدين نجهز إن شاء الله الفترة الجاية، وإن شاء الله السنة الجاية نحتفل فيه هنا بإذن الله. أنا مبسوطة جدا إن أنا معاهم النهاردة في المهرجان، وإن أنا اخترت من ضمن الناس مهمة قوي وأسماء كبيرة في إخراج وتأليف وممثلين عظماء. الحمد لله، يا رب أكون قد الثقة دايما، وشكرا لأستاذ مسعد فودة وأستاذ محمد وأستاذ الأمير، ويا رب دايما عند حسن ظنهم. مبسوطة جدا إن أنا بشارك النهاردة في المهرجان، من المهرجانات المهمة فعلا للدراما، ومبسوطة إن أنا قابلت زملاء كتير قوي من يعني من كذا بلد، وبجد المهرجان فارق جدا جدا. أنا معايا أنا كمان إن أنا كرمت النهارده، ومبسوطة ان انا معاكم جدا. تكريمك النهارده في مهرجان الافضل عربيا هيكون دافع ليكي لنجاحات تانية قدام؟ اكيد طبعا، فرصه حلوه وفعلا حاجه مشجعه مش ليا بس، لزمايلي كمان، ان احنا بالعكس خطوه حلوه كسبورت يعني لينا، ان احنا نعمل حاجات افضل. الحقيقه النهارده سعيد جدا، لان التكريم النهارده جاي برضو من يعني الجمعيه العربيه للفن، وتحت رعايه نقابه السينمائيين طبعا الاستاذ مسعد فوده المخرج والمبدع العظيم، وبرضو تحت رعايه الاتحاد العام للفنانين العرب. الحقيقه في كوكبه النهارده كانت موجوده رائعه. الحمد لله انا واحد كنت موجود منهم، سعدت بهذا اللقاء وهذا التكريم، ده دور مصر دايما، اللي هي تحتضن اعلامييها وفنانيها وكل المبدعين اللي فيها. تكريم مدعو على مهرجان في فنانين زي وفاء عامر ورانيا فريد شوقي، فمبسوطة جدا، وطبعا شرف ليا اني اكون وسطهم. المهرجانات اللي بتتعمل في مصر بتبقى بتحس فيها قيمة فنية كبيرة، وبتحس اني بجد الدنيا، فاكيد اي فنان عربي بيتشرف بلقاءات زي كده. طبعا شيء لطيف ان يبقى في الاتحاد الفنانين العرب، ده بوتقة بيتجمع فيها كل الفنانين، بينتج عنها اعمال المفروض يعني ان هي ليها رواج يعني، وبتبقى بتشوفها كويس يعني. بصراحه انا شايف النهارده التعاون جميل جدا، وشايف الناس اللي موجوده ما شاء الله كلها يعني من عمالقه التمثيل والسينما والحاجات دي كلها. لا بصراحه انا شايف تنظيم حلو جدا. مسعد فوده برده شهادتي فيه مجروحه جدا، انا من الشخصيات المقربه لقلبي، انا بحبه جدا، وان شاء الله بالتوفيق. والمهرجان بصراحه انا شايف منه تنظيم غير عادي يعني بصراحه. هل تكريمك النهارده في المهرجان ده حافز ليكي او خطوه للتقدم في الفتره الجايه؟ اكيد دي اضافه ليا، وانا مبسوطه. اشكر طبعا بلدي الثانيه مصر، انا تكرمت اكثر من بلدي الاولى بصراحه يعني. مصر طبعا الدنيا بجد،
مصر هي دائما مظلة بنرجع لها في كل حاجة. طبعا هي بلد الفن، هي بلد الجمال، هي بلد الحضارة. أنا موجودة هنا علشان أشوف التكريمات الجميلة والاهتمام بالدراما، ودي حاجة حلوة قوي قوي قوي، أنا مبسوطة منها بصراحة. ويا رب دايما كده نكرم الناس الجميلة اللي بتقدم لنا فن راقي يعني. أنا سعيدة جدا وفخورة بوجودي هنا النهاردة وبتكريمي، وسعيدة أن أنا أقدم مهرجان راقي ومتميز زي ده. حضروا صفوة النجوم ونجوم الصف الأول اللي أنا بحب ناس كتير جدا منهم على المستوى الشخصي وكان نفسي أشوفهم. طبعا المهرجان تميز بعدد كبير من الحضور، الأساتذة كبار، نجوم صف أول، مبدعين كمان، مخرجين، مؤلفين. طبعا مش عارفة أقول لك إيه يعني، بس أنا فعلا سعيدة وفخورة، والتكريم ده على دماغي طبعا. وبشكر كل من اختارني وكل من يعني كرمني النهارده، المخرج محمد كرم والاستاذ عصام غالب وطبعا الاستاذ مسعد فوده والاستاذ الامير اباظه. انا سعيده جدا بوجودي وبتكريمي النهارده وميرسي جدا. حابينك تحكي لنا عن كواليس المهرجان عشان يوصل او يطلع لنا بالشكل الجميل ده. والله هي الفكره جت، كنا مع اتحاد الفنانين العرب المخرج الكبير الاستاذ مسعد فوده عن ان احنا عايزين نعمل تشكيله كويسه من تكريمات نضيف فيها الفنانين القدام كتكريمات جماعيه، ونضيف فيها برضو مجموعه من الشباب الجداد، مش بس على مستوى مصر، لان الجمعيه عندنا الجمعيه العربيه الدوليه للاعلام والسينما، واستاذ مسعد الاتحاد العام للفنانين العرب، فالاثنين يختصوا بالفنانين عربيا. فحبينا ان احنا طبعا كان معانا تكريمات كثيره جدا، بس في ناس كثيره ما قدرتش ان هي تيجي، وان شاء الله كل سنه بنحاول ان احنا نزود اكتر من 3 أو 4 دول تانيين من الناس طبعا الموجودين في مصر، وفي ناس بتجيلنا من بره يعني.